بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم في مادة مناهج البحث ذو كيفية إعداد خطط البحث الرئيسية سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. اليوم سوف نتطرق مناهج البحث بشكل مبسط أو الخطة بشكل مبسط، وتكون هي المحور الرئيسي بدون تشعبات كثيرة. التشعبات الكثيرة للفروع من الرئيسي إلى فروع، مثلا مشكلة لما تكون في تساؤل رئيسي وبعد تساؤلات فرعية، والبحث عن مشكلة البحث وتحديد مشكلة البحث بشكل دقيق. لكن اليوم إن شاء الله سنتطرق كيف مثلا لما يكون معنا عنوان البحث كيف نستخرج مشكلة البحث، فرضية البحث، وهدف البحث من العنوان بأسرع ما يمكن. يكون على كل باحث يكون عارف أقل شيء يكون عارف الأربعة هذه الأشياء بسهولة، ثم يتوسع لكي يعد خطة محكمة. مثلا بشكل عام لما يكون عنوان البحث علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي، هذا الموضوع. بس احنا كما قلنا ان العنوان يحتاج لكي يكون عنوان كويس موضوع ومكان وزمان. مثلا علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي مثلا في الجمهورية اليمنية على سبيل المثال، مثلا هذا مكان. وإذا أردنا بمراجعين كثير نحدد مثلا نقول الخريجين عام 2010 من عام 2010 وهكذا نحدد الزمن. بس احنا ايش هنختصر الموضوع على اساس نوضح اكثر ايش معنات الخطه بشكل عام. هي بسيطه جدا، وبعدين اللهم اذا اردت ان توسعها وسع. اذا كان عنوان البحث علاقه المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي، مشكله البحث هنا سؤال. اما تسال ما هي علاقه، تقول مثلا ما هي علاقه المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي. احيانا تكون المشكله البحثيه تريد ان تعرف ما هي العلاقه بين المراجع الداخلي او المراجع الخارجي. احيانا يكون في تساؤل اخر، بعضهم هذا يسمى بحوث وصفيه لما توصف. كذلك احيانا انت لا تريد ان تبحث عن ماهيه العلاقه، قد ربما تريد ان تبحث يعني اولا هل توجد علاقه او لا. مثلا قد ربما السؤال هل توجد علاقه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، وهذا يعتبر كذلك مشكلة أو تساؤل بحثي. كذلك مثلا قد أحيانا أنت عندك إجابة، أنت مقتنع أو دروس سابقة إنه بو علاقة، بس لم ترى بحث يتكلم عن قوة العلاقة. إذا قد يمكن تسألنا إيش ما هي قوة العلاقة بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي. أو أحيانا تبحث عن بحث سببي، ما سبب علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي. وأحيانا تسأل بحث ارتباطي كيفية الارتباط، تقول مثلا كيف تكون علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي. المشكلة عبارة عن أسئلة، تختار السؤال على حسب منهج البحث اللي تختاره. إذا كان وصفي أنت تختار حاجات بسيطة، يعني ما هو أو هل هناك، على أساس تعرف كيف. أما إذا كنت تريد بحث أكثر عمقا ستبحث عن الكيفية، يعني كيف تكون العلاقة، كيف. أما إذا أردت أن تعمل بحث قوي جدا هو أن تدرس السببية، العلاقة السببية وليس علاقة الارتباط. العلاقة السببية تعرف ما سبب العلاقة بين كذا وكذا. هذا ما يسمى بمشكلة البحث. إذا قد ربما هنا نفترض أنه كان بحث وصفي، ما هي علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي. لو كان هذا السؤال اتفقنا عليه سيكون فرضية البحث قلنا هي إجابة مبدئية. أنت تسأل واحد تقول له ما هي علاقة المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي. قد ربما أحدهم يقول لا يوجد علاقة. ما هي علاقة؟ قال يقول لا يوجد علاقة، لا يوجد علاقة، يجيب بالنفي. بعضهم يجي يقول توجد علاقة. ما هي علاقة؟ قال هناك يقول لك توجد علاقة تكاملية. هناك علاقة تكاملية. هناك علاقة تكاملية بين المراجع الداخلي والخارجي. إذا الفرضية إما تقول مثلا هناك لا توجد علاقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، أو إنه توجد علاقة بين المراجع الداخلي والخارجي. هذا خاصة بالذات لما تحدد ما هي يعني النوعية بالذات. أو قد ربما فرضية البحث إيش إنه تقول لك مثلا هناك حسب الإجابات الأولية بيقول لك هناك علاقة تكاملية، يعني إن المراجع الداخلي يكمل المراجع الخارجي والمراجع الخارجي يكمل المراجع الداخلي. أنت تعمل هذه الفرضية، يعني الفرضية دائما تأتي مثل إجابة مبدئية ليست إجابة قاطعة لدى الجميع. أما لو كان البحث عند كل الناس معهم إجابة واحدة
فمن المؤشر بشكل قوي جدا انه ايش؟ ليس بحثا علميا. خلاص قد تعتبر اي مشكله او اي سؤال الاجابه جاهزه، الحل فيه لا يعتبر بحث علمي، يعتبر بحث عادي، يعتبر بحث عادي. لكن انت ضروري ما تختار فرضيه تكون الاجابه حقها فيها جدليه. تسال اخرين يجي يقول لك هذا توجد علاقه، هذا يقول لا يوجد، هذا يقول علاقه تكامليه، هذا يقول علاقه غير تكامليه. عندما ترى الاخرين عندما تسالهم معهم اجابات متناقضه، تعرف هنا ان ايش؟ فرضيه البحث لديك بحث سيكون قويه، فرضيه بحث قويه وتحتاج الى بحث على اساس تفصل ما بين الاخرين. خلاص، هدف البحث افضل كلمه معلش التعرف. تقول التعرف على ايش؟ مثلا تسال ما هي علاقه المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي؟ اذا التعرف على ماهيه العلاقه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، وكله على حسب السؤال. لو كان هنا مشكله البحث ما سبب علاقه المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي، يعني لانه خاصه لما يكون معك مقتنع ان في اخرين او كثير يقولون ان هناك علاقه، انت يعني يخطر في بالك بان هناك تعرف ايش السبب، لانه لما تعرف ايش السبب يعني شيء كانك لا توافق على ان هناك في علاقه. تقول ايش السبب بين العلاقه بين المراجع الداخلي والخارجي؟ هنا هدف البحث يكون التعرف على سبب العلاقه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي. هذا يكون بشكل بسيط جدا. اذا خاصه بالذات طلبه البكالوريوس عندما يقوموا بالبحث يجب على المشرفين أن يعطوا لهم هذا الأربع العناصر المهمة. تختار العنوان، مشكلة البحث تحول إلى سؤال استفهامي، ماذا أو هل يوجد أو كيف أو لماذا. فرضية البحث إجابة مبدئية. إذا سئل ما هي قد يقول هي كذا وكذا وكذا، أو نوعية، إذا كان ما هي النوعية نوعية العلاقة تكاملية أو غير تكاملية مثلا. هدف البحث التعرف على العلاقة، مثلا ندرس علاقة، التعرف على علاقة المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، هكذا بكل بساطة. ثم ممكن تتفرع عدة فروع، عدة أسئلة، بشرط أن يكون الأسئلة مثل ما قلنا أسئلة بحثية وليس أسئلة بحث عادي، يعني بحثية علمية. لما تكون بحث علمية معناته أن سؤال يحتاج لإجابته بحث، أما أن سؤال وإجابته جاهزة هذا لا يعتبر بحث علمي، بحث عادي. وهذا نهاية درسنا لهذا اليوم، عبارة عن مراجعة للدروس السابقة بطريقة المناهج البحث. إن شاء الله سنعطي دروس كثيرة عن منهجية البحث بشكل تفصيل أدق، وكيف نوصل للدراسة السابقة وكيف يقرأها وكيف يستخرج الفرضيات وهكذا. وإلى ختام نهاية درسنا لهذا اليوم، وشكرا.